الاهلي ملوش كبير، النادي الاهلي ملوش كبير. فممكن النهارده انت راح كاس عالم والكلام ده، بس النهارده خسارتك كانت خليتك تركب الطياره وتمشي. انت واقف بس عمال تكتب لي انت راجل حافظ، ده ينزل مكان ده وده ينزل مكان ده، لانك انت عامل الكلام ده من بالليل. واخد بال حضرتك؟ انت كاتب في الاجنده بتاعتك بتطلعها ولا الورقه بتاعتك ان ايه فلان ينزل، انت عامل التغييرات وبرضه في الدقيقه 60. انا مش عارف في الدقيقه 60 انت من اول الشوط الثاني وانت كده نشط الفرقه، نزل اتنين تلاته يلعبوا لك الناس دي كلها، يفوقوا لك الفرقه دي كلها. بس للاسف اللعيبه فاقده الثقه، فاقده الاحساس. طب الجمهور جه النهارده وعمل اللي عليه وزياده، وقعد يشجع بما فيه الكفايه، واتنبح صوته الشوط الاولاني والشوط الثاني وعمال. بس انت ما بتديش حاجه للعيبه عشان تنفذها، انت بتيجي كل واحد ينزل يلعب بامكانياته. وبعد كده حتى ما عجبكش الكلام ده، قلبت على بيرسي تاو، وقلبت على حسين الشحات، وقلبت على قفشه، وقلبت على احمد عبد القادر. فانا مش عارف النادي الاهلي مستني عليه. وقعدنا نقول الكلام ده من السنه، يا رجاله الراجل ده بيكسب بالحظ. يطلعوا كلاب كلاب السعرانه تقول لك دي اهو الهجاص اللي بيهجص اللي مش طب مين اللي بيهجص دلوقتي، انا ولا انتوا؟ تطلع الاستوديوهات التحليليه يقول لك اصل هو بيبص للترند. ترند ايه؟ انا عقبال ما توصلوا للفكر اللي عندي ده اقسم بالله قدامكم 100 سنه. الناس اللي هي بتطلع بتنتقدني دي، لان انتوا حتى لو لعبتوا كوره انتوا لعبتوها كده بالبركه بالصدفه. انما احنا عارفين نقول لك ان مش هيلاعب امام عاشور، ولو خسر هيلاعب امام عاشور الماتش اللي جاي، وبيحصل الكلام لان احنا في المطبخ بجد. واخد بالك؟ في المطبخ اللي هو بتاع الكوره، اللي هي في الدماغ، الفهم العالي اللي هو لسه ما وصلكوش. كل واحد يطلع لي مش عارف اللي عامل هوا ومأجر هوا ويطلع يقول لك مش عارف ايه ومدرك ايه، ويجي في الاول الكلام يقول لك كان لعيب كرة عالمي. لعيب كرة عالمي ومدرب عالمي ومحلل عالمي غصب عنكم. واخد بالك؟ اللي هو ده اللي هيموتكم، اللي هو مخليكم محروقين مولعين مني، لان اللي انا بقوله انت ما تعرفش تقوله، لا انت ولا اجعص منك ولا اتخن منك. يعني مع كل الاحترام في ناس محلله بتحلل قامات، بس برضه ما يوصلوش للدماغ هنا. الدماغ دي متكلفه، الدماغ دي مش اي حد، مش اي كلمه بقولها. انا بقول الكلمه وبعد حتى لو ما اتحققتش النهارده بتتحقق بعد اسبوعين، بعد شهر، بعد سنه. والناس تيجي تقول لك ده الكلام ده رضا بعال قايله من فتره جامده. ده الكلام اللي انا كنت بقوله على كولر، ان هو ماشي بالصدفه وماشي بالحظ. والله العظيم والله العظيم في الدوري السنه اللي فاتت وفي ماتشات في افريقيا، اقسم بالله اللي مطول عمره في النادي الاهلي كانت الحكام. رقم واحد الحكام، رقم اتنين الحظ، رقم ثلاثة اسم النادي الاهلي. هو ده اللي طول عمر كولر في التدريب في الكرة في مصر. ولكن اللي طوله كمان بقى الاعلاميين اللي بيطبلوا، ده بيطور، ده بيعمل روتيشن، ده بص. طب عمل ايه اللي اضافه لحسين الشحات؟ طب حسين الشحات السنه اللي فاتت لما كان في خلاف بينه وبينه وما كانش طايقه وكان عايز يمشيه ومش عايز يجدد له، لما حسين داس على نفسه وفرض نفسه عليه جدد له غصب عنه، بقى يلعب اساسي غصب عنه، ساهم في كل البطولات اللي هو خدها النادي الاهلي من ساعه ماتش ريال مدريد. فاكرين بيرسي تاو؟ الراجل ده بيلعب مش عشان الاهلي ولا عشان جماهير الاهلي، هو بيلعب عشان ان في هدف له اللي هو منتخب جنوب افريقيا. فبينزل لازم، لان هو بيقول لك الدقيقه عنده بحساب، انت لازم تلعب في كل ماتش قد ايه عشان تيجي تنضم منتخب بلادنا او منتخب جنوب افريقيا. طبعا الكلام ده مش هنا، يعني احنا هنا عندنا في لعيبه ما بتلعبش في الاهلي وفي الزمالك وبتروح، في لعيبه بتسيب المعسكرات والمدير الفني بتاع منتخب مصر بيكافئها لما بتسيب معسكر ويقوم جاي ضاممها على حساب المصريين وعلى حساب كرامتنا وعلى حساب القيم والمبادئ وكل الكلام ده. انما بره ما فيش الكلام ده، تلعب كام دقيقه وكسب فرقتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضا عبد العال دائم الهجوم على النادي الأهلي وأي حد بيفخم في النادي الأهلي، وإحنا عارفين كده كويس، وعارفين إنه بيكره النادي الأهلي من ساسه لراسه، من فوق لتحته كاره للنادي الأهلي. النهارده هو بيعلق على كلام إبراهيم سعيد عليه وهجوم إبراهيم سعيد عليه وأمير هشام اللي دايما بينتقدوا رضا عبد العال بسبب مواقفه من النادي الأهلي ومن لعيبة النادي الأهلي. النهارده الأهلي خسر يا رضا عبد العال، خسر نقطتين لكن ما خسرش التأهل.
كلنا فاكرين السنة اللي فاتت كنا قاب قوسين أو أدنى، كنا تقريبا بره البطولة، وربنا وإرادة ربنا فوق الجميع، قدرنا نوصل بمعجزة وخدنا البطولة رغم أنف رضا عبد العال ورغم أنف كل حاقد على النادي الأهلي. احنا بنقول لك يا رضا عبد العال اصبر، التقيل جاي ورا، ما تستعجلش. أي حد بيعدي النادي الأهلي دايما خسران وعلى طول الخط، والتاريخ كله بيقول كده والشواهد كلها بتقول كده. مفيش حد بيعادي النادي الأهلي ويكون كسبان. الأهلي دايما الرهان عليه هو الكسبان يا رضا عبد العال، والدليل إن أنت أساسا فيديوهاتك وأكتر كلامك ما بينتشرش إلا باسم النادي الأهلي وبترند النادي الأهلي يا رضا عبد العال، مش عشان أنت أصلا محلل فذ ولا محلل عبقري. شوف فيديوهاتك على النادي الأهلي بتحقق كام مشاهدة، ونفس الفيديوهات النادي الزمالك بتحقق كام مشاهدة. هتشوف الفرق بين رضا عبد العال الأهلي ورضا عبد العال الزمالك. فرق كبير بين السماء والأرض يا رضا عبد العال. الأهلي فضله عليك وعلى غيرك وعلى كل الإعلام، لأن اسم النادي الأهلي لوحده بيسوق كتير كتير كتير. وكل بتوع السوشيال ميديا، كل قنوات اليوتيوب، وكل المحللين، وكل مقدمي البرامج عارفين اسم النادي الأهلي يعني إيه بالظبط في تسويق برامجهم. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. دينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.